تحية ود واحترامي لجميع المشاهدين ومتابعين برنامج بودكاست أختام، وحياكم الله أحبتي في هذه الحلقة الجديدة اللي عودناكم في كل حلقة نتعرف على شخصية بحرينية. في هذه الحلقة رح نتعرف على شخصية مهمة، وهي طبعا المرحوم الأستاذ عمران حسين عمران. فباسمي وباسمكم أرحب بأجمل ترحيب. حياك الله ومساك الله بالخير حسين عمران. أهلا وسهلا، حياكم الله، تشرفت باللقاء معكم. طبعا حضرتك ابن المرحوم عمران حسين عمران، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نقدم حلقة مميزة وشيقة يتعرف عليها طبعا الكثير من المعجبين بهذه الشخصية البارزة اللي تركت لها بصمة في المجتمع البحريني. إن شاء الله إن شاء الله. يعني أستاذ حسين، قبل أن نغوص يعني بأعماق التجربة والسنوات الماضية اللي تحمل فيها يعني طياتها من تحديات ومن طبعا المشاكل والكثير من الموارد، نبي نرجع إلى الماضي الجميل اللي نتعرف عليه على الوالد عمران حسين عمران. يا ريت تكلمنا وين انولد المرحوم، في أي منطقة في البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا نشكركم على إتاحة هذه الفرصة الحديث عن الوالد. يعني الوالد متوفي من عام 2009 تقريبا، صار له 16 سنة يعني. الله يرحمه. أول مرة أتحدث حديث رسمي يعني. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، رحمة الله عليه. الوالد ولد من أب وأم جمريين. طبعا احنا قرية بني جمرة، هي مسقط رئيسنا، والنسبة إليه يكون جمري. نعم. زين. هي قرية بني جمرة فيها مجموعة من العوائل. زين. احنا من عائلة الوالد، من عائلة بيت محمد، يسمونهم بيت محمد. نعم، والنعم فيهم. وأحد أفرع هذا بيت محمد بيت عمران، يعني هي متفرعة بيت محمد إلى بيت حبيب وبيت سلمان وبيت البدر، ومن ضمنهم بيت عمران. هذا الوالد يعني مسقط رأسه كانت في قرية بني جمرة. تزوج من الوالدة أمي أيضا من قرية بني جمرة. نعم. أمي من بيت الجمري. صحيح أن الكل ينسب إلى قرية بني جمرة، بس في عائلة في بني جمرة مخصوصة يسمونها بيت الجمري، اللي هي الوالدة منهم، فهو تزوجها. يعني ترتبط لسماحة الشيخ الجمري؟ لا، الشيخ الجمري من بيت عبد الرسول. فقلت ليش بصورة عامة أي شخص من بني جمرة يطلق عليه لقب الجمري. من ضمنهم طيب. الشيخ عبد الأمير الجمري من بيت عبد الرسول. نعم. من بيت عبد الرسول، ولكن جميع العوائل ينسب إليها الجمري. لكن هناك بيت خاص في بني جمرة، مثلا بيت عبد الرسول، بيت محمد، بيت الغانمي، بيت هارون. نعم. هي كلها بيوتات، من ضمنهم في بيت اسمه بيت الجمري. نعم. اللي هي أمي من هذا البيت يعني. نعم. خصوصا يعني. الوالد مواليد 1944 وتوفي في عام 2009، يعني تقريبا 64 سنة أو 63 سنة في هالحدود كان عمره يعني. ولد في قرية بني جمرة، أنهى المرحلة الثانوية من دراسته. في المرحلة الثانوية تعرض للاعتقال، يعني بداية شبابه. يعني بداية شبابه كانت إليه الميول السياسية، يعني الميول السياسية وميول المواجهة مع السلطات. يعني كانت في هذيك الفترة العدوان على مصر، الظاهر العدوان الثلاثي أو حرب سنة 67، يعني عن الحركة القومية العربية. في الحركة القومية العربية كانت الدول المناصرة للكيان الصهيوني اللي هي بريطانيا وأمريكا وإسرائيل أو فرنسا، هي الدول. فكان نحن البحرين في هذيك الفترة كنا مستعمرة إنجليزية، يعني بعدنا كنا تحت السيطرة الإنجليزية. السيطرة. كان المعتمد البريطاني في البحرين هو
اللي يتحكم في الأمور في وجود الحاكم من الخلفية ووجود الشعب. كان المعتمد البريطاني موجود يعني. احنا حصلنا على الاستقلال ظاهريا، يعني الاستقلال في سنة 1971 إذا ما خانتني الذاكرة، يعني تواريخ شوي ضعيف فيها، بس في سنة 1971 ظاهر ان احنا حصلنا على الاستقلال. في فترة الثانوية اللي كان فيها أبوي كان قبل الاستقلال، فكان العدوان على مصر، كانت الجماهير البحرينية تخرج للتنديد. نعم. التنديد طبعا الحاكم بريطاني فيظهرون ضد، يعني المعتمد البريطاني موجود، فكانوا يخرجون بالمظاهرات تنديدا بالسياسات البريطانية في العدوان على سواء على في دعمهم للإسرائيليين الكنصيين أو في العدوان على المصريين. يعني كانت هذيك الفترة موجة القومية العربية جارفة يعني. يعني هي المميزة هي القرية هذه اللي فيها دائما نشوف فيها أيضا فيها الحراك والنشاط الثقافي الاجتماعي وأيضا يعني السياسي، بالأخص يعني السياسي. فالوالد في أول بداية حياته في شبابه كان اشترك في هذا الحراك السياسي. اي نعم. يعني انا كنت بعض الاصدقاء اللي كنت اصدقاء الوالد اللي كنت اسالهم، يعني كنت اسالهم يعني هل الوالد يعني انتمى الى التيار القومي او يعني قالوا لي بعض اصدقائي يقولون يعني كان الاول في فتره في الفتره اللي يكون فيها في هذيك الفترة كانت الإنسان يعني الملتزمين دينيا نعم. يعني ما كان تيار ديني واضح بهذيك الصورة، فكان الذهاب إلى المسجد أو الذهاب إلى هذا يعتبر يعني يقولون عنه واحد احنا نسميه في البحرين نسميه كلمة مطوع. مطوع يعني ملتزم. يمكن في العراق يسمون كلمة مؤمن اللي هو الإنسان الملتزم أو كذي. فهو يقول يعني كان من المواظبين يعني على الذهاب إلى المسجد، بس ما كان منتمي لما كان هناك يعني كانت ميول يعني احنا الحين بتعبيرنا اليوم ميول سياسي، هذيك الفترة ما ادري شنو يعبرون عنها بميول شنو، بس اذا بنقراها من واقعنا نقول كانت فلان عنده ميول سياسية، فكانت هذه الميول كانت واضحة عنده. فهو كانوا في المدارس الأستاذ اللي كان يدرسهم نعم. يعني أحد المدرسين كانوا يطلعون بالمظاهرات، فكانت الطلبة تطلع وياهم. فهذيك الفترة في المظاهرات اللي صارت ظهر مظاهرات طلابية، في هذيك الفترة تم اعتقاله. يعني الوالد كان يعني أيضا ملتزم بحضوره مشاركته في المساجد في الحسينيات أيضا. إيه نعم. يعني بعدين يعني عندش في فترة السبعينات وتأسيس جمعية التوعية الإسلامية، وعندنا بعض المشايخ اللي كانت في النجف نزلت إلى البحرين هنا، مثل الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ عبد الأمير الجمري، السيد جواد الوداعي، الشيخ سليمان المدني. نعم. هذين الشخصيات يعني تعتبر في هذيك الفترة من الشخصيات الثقيلة اللي نزلت من النجف وبدت يعني تنشر الوعي الديني والوعي الإسلامي يعني. لكن كانت بصعوبة، يعني كانوا يتكلمون في هذيك الفترة كان من الصعب جدا يعني انهم يرغبون الناس الى الدخول في هذا اللي هو في التيار الديني، بحيث انه يكون في كوادر، تكون في انشطة، تكون في الى ان جاءت الثورة الاسلامية في ايران، ثورة الامام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله روحه. يقول كانت يعني اللي يقول كانت في هذيك الفترة كان توجه جارف من قبل الناس في الدخول إلى كان يعني كأنه غفزة وفي توعية صارت أكثر نعم بالنسبة نعم للمجتمع نعم في البحريني. هذه خصوصا يعني في هذه الفترة بعد يعني الثورة الإسلامية في إيران، يعني التيار الديني كأنه أبر منشط يعني حصل عليه من ناحية التضخم، يعني من ناحية التضخم، من حتى العمامة أصلا. يعني في ناس يعني كنا احنا في ذيك الفترة ما كنا يعني أنا من مواليد 76 مواليد 76 ذيك الفترة ما أذكرها يعني ما قبل الثورة ما بعد الثورة يعني يقولون يعني حتى العمامة تقدير الناس إليها اختلف، رجل الدين تقدير الناس نظرتهم صارت مختلفة تماما، النظرة إلى هذه الشخصيات اختلفت يعني
بظهور الإمام. فالتيار الديني في البحرين يعني يشعر بالجميل طيب. إلى الإمام الخميني نعم. ولا رجال الثورة الإسلامية في إيران. الوالد كان يعني بعد دراسة الإعدادية حب يكمل الحوزة العلمية، ليش يعني والده ما سمح له إنه يروح يكمل دراسته في النجف الأشرف؟ طبعا انت الإعدادية احنا نستخدم الثانوية اللي هي المرحلة الأخيرة من المراحل. صحيح. اي نعم. بعد المرحلة الثانوية طبعا الوالد كان أحد أصدقاء له السيد علوي الشهركاني. نعم. هو موجود لحد الآن الله يطول عمره، وأحد أبنائه يدرس هنا في قم المقدسة. كانت صداقتهم وثيقة، فهم اثنينهم عزموا على الذهاب إلى النجف للدراسة. وهذا الأمر كان ميسر إلى السيد علوي الشهركاني. نعم. جدي الله يرحمه له والد والدي يعني رفض أن أبوي يتوجه إلى الحوزة. شنو السبب؟ الأسباب صراحة أبوي ما أخبرني بها، بس قال بأن أنا امتثلت لأمر الوالد. كان عنده يعني ميول أكثر شيء دينية الوالد قطعا يعني بيروح الحوزة الدينية أكيد عنده الميول الدينية يعني. أو كان يعني عنده أهداف أخرى ثانوية؟ لا رسالة حبي ينفذها على يعني أبوي في الواقع. يعني أبوي حقيقة يعني علاقته برجال الدين علاقة مو طبيعية يعني، قوية جدا. برجال الدين تعرف. يعني يبين بأنه تعويض إلى عدم ذهاب دراسته للحوزة الدينية، يقول على الأقل أرتبط برجال الحوزة الدينية. فارتباطه صار وثيق بعلماء الدين، يعني علاقته بعلماء الدين، وكان يعني موثق عند علماء الدين واحترامه بين علماء الدين. يعني مع من كان يجالس أكثر من العلماء الدين؟ يعني أتذكر إحنا يوم كنت صبي صغير يعني كنت أشوف ارتباط يعني بعلماء الدين يعني بالشيخ الشيخ الجبري بحكم الجيرة اللي بيننا. كان جيرانكم؟ إيه يعني هو إحنا بيننا وبينهم حائط واحد يعني أتذكر إحنا نطلع من الحائط هذا إذا هم ينطون إحنا تشوفونهم. إذا جميل. إذا إحنا ننطهم يشوفون ده يعني بيننا وبينهم حائط واحد. بيوتنا متلاصقين يعني بيتنا وبيتهم متلاصقين. كان بالشيخ عيسى أحمد قاسم. نعم. كثيرا. كان في فترة يعني كنا إحنا صغار يعني هو أبوي يقول يعني يوم إحنا شوي كبرنا يعني كنا شوي يوم كبرنا كنا نشوف صورة السيد أحمد الغريفي معلقة عندنا في المجلس مالنا. تسألون من هذا؟ بنسأله هو هذا كان يعلمنا عن قصص مال الظاهر كان بعد من المرتبطين، بس هو في سنة ظاهر 83 أو 82 أو 84 في هالسنين كان يعني صاد حادث، والظاهر والرواية اللي انتشرت في الأوساط الشعبية بأن هذا عملية اغتيال مدبرة من قبل المخابرات البحرينية. قبل أن نتكلم يعني بتفاصيل نحب يعني نتعرف على الوالد، كيف كانت علاقته مع الأسرة معاكم؟ يعني إحنا الوالدة يعني دائما يعني كانت تشتكي يعني من قلة تواجده. تقول يعني هو أبوي في الوالد رحمة الله عليه ارتبط بالجمعية التوعية، وجمعية التوعية الإسلامية أخذت كل وقته. هي جمعية التوعية الإسلامية هذه أسسها الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز، واشترك فيها الشيخ الجبري وأغلب علماء الدين اللي كان عندهم توجه فكري. يعني صار عندنا توجه فكري لنهضة ثقافية دينية، حالة سياسية توعوية. أحسنتين. نعم. فكلهم ارتبطوا، فكانوا أساتذة وعلماء دين ارتبطوا بهذه الجمعية. من ضمنهم كان الوالد، ظهر الوالد كان سكرتير هناك، يعني سكرتير في هذه الجمعية. من ضمنهم السيد علوي الشهركاني اللي راح يكمل في النجف الأشرف. أبوي كان أستاذ والسيد رجع كعالم دين، فردت جمعتهم هذه الجمعية في نشاطهم الديني. يعني هذه الجمعية كان أبوي كان مرتبط بها يعني، وهذه صارت جمعية وصارت مدرسة أيضا، أن كانوا يدرسون فيها يعني
وكان معترف بها، يعني كنظام تعليمي معترف بها من قبل شنو تكون منهجها الدراسي؟ المنهج الدراسي نفسه عندها مناهجها الدينية الخاصة بها، والمناهج العامة مثل العلوم والرياضيات واللغة والهذا يأخذونها من المناهج الحكومية، ولكن كان هناك منهجها الديني الخاص بها يعني. وكانوا فيها طلبة وكانوا فيها طالبات يعني، فكانوا تخرج أصلا طلبة من التيار الديني. كان هذا أول مشروع، كان وهذا في بداية السبعينات، بس كان ازدهر هذا المشروع بعد الثورة الإسلامية، كان ازدهار يعني. حتى يعني مرة يسولف كأن الوالد كان اللي يسولف وياه، يقول ما كنا نلحق على الطلبات اللي تبغى تنضم إلى الجمعية، سواء يعني كان استقبال يعني من فئة الشباب أكثر، يعني بنات يعني كطلبة. الشباب. نتكلم عن طلبة، ترك الشباب، الطلبة تبغى تجيب أبناء بحيث أنها تدرس في هذا المكان يعني صار التوجه الديني والتوجه الإسلامي والتوجه فبقت هذه إلى فترة معينة، إلى ما بعدين الحكومة أعلنت القبض عن مجموعة، واتهمت هذه المجموعة بأنها تخطط إلى انتماء إلى حزب الدعوة، تخطط إلى الانقلاب على نظام الحكم، وعندها بعض هذا. فاعتقلت الكوادر اللي كانت في الجمعية، أغلبها اعتقلتها، يعني كانت تعمل في الجمعية. في هذه الفترة اعتقل الوالد؟ هذه الفترة كان أبوي من ضمن المفروض المعتقلين. لا، فكانت في هذيك الفترة، فترة الاعتقال لهذه المجموعة، الوالد صادته انفجار الدود، كانت عنده الدودة الزائدة ضخمت وانفجرت، وصادته حالة تسمم. طيب. وتم ترقيده في المستشفى، وكانت حالته خطيرة جدا. وفي هذيك الفترة كانت في عندنا منظمة شيعية متواجدة في سوريا اسمها جبهة تحرير البحرين، زين. وهذين كان فيها أمين عام هذه الجبهة هو شخص من قرية بني جمرة، أيضا كان متواجد في سوريا. قاعد أقول يعني هي هذه القرية مميزة صحيح. ما شاء الله. صحيح. فكانت أذكر نزلوا بيان يعني إحنا عقب ما كبرنا شفنا المنشورات القديمة مالتهم، حاطين منشور إن الوالد تم اعتقاله وتم تعذيبه، هو الآن يرقد في المستشفى. في الأول ما في اتصالات، ما في مثل الحين. طبعا. فالظاهر الخبر انتشر لبربع أن الأستاذ عمران يرقد في المستشفى بسبب حالة، لأن كانت في فترة الاعتقالات لها المجموعة، وهو من ضمن كوادر جمعية التوعية. نعم. وهي المجموعة تم اعتقاله، هو تم ترقيده في المستشفى، قالوا أكيد من حالة التعذيب تم ترقيده. نعم. وهو في الحقيقة أن كانت عنده الدودة الزايدة وانفجرت، صار حالة تسمم، كان في حالة خطيرة كانت تودي بحياته يعني. حتى في هذيك الفترة كان في شرطي، يعني مثل ما يحكي الوالد، كان شرطي واقف على السرير ماله. كم شهر يعني رقد في المستشفى؟ الظاهر بين الشهر ونص والثلاثة أشهر. يعني ما أذكر الفترة بالضبط، بس هو كان يعني الوالد يقول كنت مراقب من أحد الشرطة، يعني لأن مجرد أني زين ردوني يودون المعتقل. بس هي استمرت فترة علاجه، يعني مرضه ما كان يستجيب للعلاج بسهولة، كان شوية شوية في حالة النقاهة تجي. نعم. وهذيك المجموعة الظاهر بعد أخذوها وخلصوا منها من التحقيق وودوهم إلى المحكمة، فكانوا إذا ينتظرون أبوي تتعطل القضية. تقدر تذكر فسحبوا هذا الشرطي وتركوا أبوي يعني. تذكر يعني الوالد قال منو اللي اعتقلوهم في ذيك الفترة؟ في هذيك الفترة مجموعة كبيرة يعني من قرية، يعني من أغلب قرى البحرين. يعني في بعض الشخصيات معروفة. نعم. وفي بعض بس البحرينيين أغلبهم يعرفونهم هذه الشخصيات يعني من ضمنهم مثلا من الدراز أستاذ عبد الحسين المتغوي، هذا من الفاعلين والناشطين يعني في الجمعية، وبعدين حتى في جمعية الوفاق في الدراز، يعني كشخصية اجتماعية في داخل الدراز. إذن يعني أغلب وقته مثل ما قلت الوالدة كانت تقول إنه كان في الجمعية التوعية الإسلامية. فهو كان في الجمعية التوعية. بعدين عقب قضية جمعية التوعية، الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه صار عنده النشاط الديني، وكان أبوي مرتبط وياه، وكان كثير
يعني الذهاب والعودة وياه، فهي أمي يعني كانت ما تشوف الوالد. بعدين صار مشروع الشيخ الجمري أن ينشئ جامع الإمام زين العابدين أمام بيتنا. فكان الشيخ الجمري هو المشرف العام، كان الحالة التنفيذية ومراقبة المقاول ومراقبة هذا، كان كل على الوالد. كان الوالد موجود. زين خلصوا من هذا المشروع صادته السجنة الثانية، خلص من هذا السجن، طلع من السجن، ارتبط بالصندوق الخيري، تم تأسيس الصندوق الخيري في قرية بني جمرة، وارتبط بالصندوق الخيري إلى ما جت الانتفاضة التسعينية، رد انسجن 5 سنوات. نعم. طلع من السجن طلع من السجن، يعني صارت عنده فترة بسيطة. فهو دائما فتقول أنا أبوكم ما قعدت وياه يعني. نعم. يعني دائما مشغول بشيء، يعني دائما يعني يقول يعني دائما هذه ما تكون قعدتي وياه إلا في يعني آخر أيامي، يمكن آخر 4 سنين من عمره شوية يعني كان تعرفين كبر في السن. شوية طاقته من السجون لصالته، مع أن الناس في عمره كانت بصحة وما شاء الله، بس هو كان مبدي عليه التعب، مأثر عليه يعني. كان 4 سنين كان كلش تعبان وكثير ترقيد في المستشفى يعني. أبو عمران، لما أول اعتقله الوالد كم صار له فترة اللي سجن فيها؟ هو احنا في الثمانينات، سنة 88 تم اعتقاله لمدة 2 شهر وردوا وتم الإفراج عنه. والمرة الثانية بعدها تم أخوه، هذيك نترك فترة الشباب يعني، هذيك في فترة الشباب قبل لا يتزوج الوالد. نعم. فهو أول كان أول محاولة اعتقال اللي ويا كوادر جمعية التوعية، ولكن صارت الحالة المرضية فما قدروا يعتقلونه. طيب في 88 أو 87 تم اعتقاله مع مجموعة من قرية بني جمرة، وكانوا أغلب اللي تم اعتقالهم ذين الشباب اللي كانوا محيطين بالشيخ الجمري يعني. وهو اعتقل وياهم هذيلاك، حكموا لمدة 2 سنين، أبوي عقب 40 يوم تم الإفراج عنه، يعني لمدة 40 يوم أو لمدة 2 شهر الظاهر، يعني بين 2 شهر وال40 يوم تم الإفراج عنه. بعد ذلك سنة 89 أو 88 تم اعتقاله، ظهر 89 تم اعتقاله مدة 3 سنوات وتم الإفراج عنه. لو تم اعتقاله ويا مجموعة من الشخصيات البحرين من ضمنهم، يعني هذه أكبر ضربة إلى الشيخ الجمري، لأنه تم اعتقال ابنه محمد جميل، وزوج بنته نعم عبد الجليل خليل، نعم، وأبوي اللي هو كان المرافق إلى. فيعني أتذكر الشيخ إلى كلمة في هذيك الفترة يقول بأنه تم تكسير أجنحتي يعني. كان الشيخ يعني في هذيك الفترة في وضع لا يحسد عليه يعني. كانت الناس في هذيك الفترة تنظر إليه بحالة الحزن والبكاء يعني ما نستطيع ننظر في وجهه يعني. الرجال كانت لا تستطيع تنظر في وجهه يعني، في حالة يعني تم سحب يعني كل مصادر قوته على الأقل من المحيطين به، ابنه وزوج بنته وجاره ومرافقه يعني في هذيك الفترة. فمحمد جميل حكم عليه 10 سنوات، عبد الجليل حكم عليه 7 سنوات، أبوي كان أقل شخص اللي هو حكم عليه 3 سنوات. 3 سنوات حكم 3 عليه. سنوات حكم عليه وخرج بعد 3 سنوات يعني. أبو عمران، يعني من خلال هاي الاعتقالات اللي اعتقل الوالد، كلمنا عن يعني الفترة اللي اعتقل فيها في السجن، في الزنازين، كيف عذب، منو اللي كان معاه، تتذكر يعني قصص حكايات يعني رواها لكم؟ هو سجن في سجن المنامة، هذا السجن الخاص بالمخابرات موجود في قلعة الشرطة. سجن في سجن التحقيقات الجنائية اسمه سجن العدلية، هذا من أسوأ السجون يعني لا في تهوية، الأكل ماله كان يعني الواحد يدخل هناك يدخل يعني الخارج يعني على قولتهم الداخل له مفقود والخارج منه مولود. سجن في سجن جو، في سجن جو المركزي، هذاك سجن جو خاص بالأصحاب الأحكام، أصحاب هذا. هاي السجون اللي تنقل ما يعني هاي السجون اللي صار فيها. السجن اللي تسجن فيه 40 قلت لش إلى 2 شهر، هذا كان في سجن التحقيقات الجنائية. السجنة الثانية كان
بين سجن التحقيقات الجنائية وبين سجن المنامة. اي يوم حكم عليه تم الانتقال به إلى جو. في فترة التسعينات وفي الانتفاضة التسعينية صار بين سجن المنامة وصار بين سجن جو. يعني سجن المنامة، يعني نقول سجن المنامة اللي هو سجن خاص بالمخابرات، هذا موجود في قسم المخابرات في قلعة الشرطة اللي هي وزارة الداخلية، وكان هذا سجن خاص اللي هو قريب طبعا حالة التعذيب، الوالد يعني ما تكلم لنا عن حالة التعذيب، بس آثار التعذيب موجودة. يعني ما كان يحب يخبركم عن التعذيب؟ ما أدري بالضبط وش بالضبط يعني، بس مرة كان حالة واحدة تكلم لنا عن التعذيب، له كانوا يوضعون قطن في حلقة أو خرقة يعني في حلقة، يوم يتم ربطه بكرسي ويتم تعذيب. يعني يقول هذا أشد أنواع، يقول لأن أصلا مو مسموح لك حتى تصرخ. يعني هذه الحالة اللي بس كانت رجايله يعني مبين يعني يقعد ويانا في البيت شدي رجل تبين الآثار يعني. ويوم تغسيله في هذا بعد وفاته، عقب ما توفى، في تغسيله كانت الآثار موجودة، يعني آثار البقع، بس ما تكلم لنا عنها. بس مرة واحدة كان تكلم لنا عن طريقة التعذيب ماله، ومرة واحدة تكلم لنا عن يعني عن قضيته مع وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة. أبو شيخ فواز كان. إيش قال لكم عنه؟ هذا تم قبل لا يعتقلونه في فترة 3 سنوات. أبوي تم اعتقاله لمدة أسبوع، فبعدين طلع من يعني اعتقلوه يوم الأربعاء أو يوم الخميس تم الإفراج عنه، ما شفنا له في البيت يعني. وجاء سلم علينا والناس جا سلمت عليه، يعني أسبوع واحد. استغربتوا يعني كيف أسبوع زمان يتم الإفراج عنه؟ لفت نظرنا أن بالليل جاء شيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ الجمري قعدوا وياه في البيت يعني. طيب صار حديث خاص ما بينهم. هذا بعد السجن يعني عرفنا يعني وش يعني. جا اجتمع وياهم، ويوم السبت راح إلى القلعة، قال أنا مطلعيني ولازم أروح أكمل أوراقي وأجي، في أوراق لازم أوقع عليها وأجي. يعني بهالصورة طلع لأن كانت جدتي بعد اللي هي أم أبوي موجودة ويانا في البيت. فطلع وكنا ننتظره، وجدتي كانت تنتظره إلى ما جت الليل وهو ما إجا يعني. فبعدين عرفنا أن هذه كانت. بعدين يوم قعدنا وياه في الزيارة، بعدين رحنا إليه في الزيارة، أو عقب ما خرج من السجن خبرنا يعني إن أنا يوم أطلع كانوا عارضين عليه عرض الوالد في فترة الأسبوع بعد الأسبوع. هذا الأسبوع كانوا عارضين عليه عرض بأن إحنا بنترك ما بنعتقلك يعني. وش المطلوب من عنده؟ مطلوب منك إنك أنت تترك شيخ عيسى وشيخ عبد الأمير، ما تتواصل إياهم، ما ترتبط بهم. وإحنا بين فترة وفترة عندنا خدمات لقريتكم بقرية بني جمرة، يوم اللي يجي مسؤول، يوم اللي يجي هذا، نريد واحد يستقبلهم، تكون من الوجهاء مال القرية، ولا نريدك تشتغل ويانا ولا نريدك تعمل ويانا، مجرد تترك هاي الأشخاص وتقطع الصلة نهائيا بهم، وترجع إلى مدرستك وترجع إلى وظيفتك وتمارس دورك. فقال لي محتاج أفكر يعني، بس في السجن ما بقدر أفكر. فالوالد فقالوا نعطيك يعني يوم الأربعاء أفرجوا عنه وقالوا تجي ترد علينا الجواب يوم السبت. فهو رجع إلى البيت وقال الشيخين يعني، قلت ترى أنا صار عندي هالظرف وعرضوا علي هذا الأمر يعني. يعني الرد مالهم وافق الوالد طبعا هو المفروض يوم السبت يرجع قلعة الشرطة للزنزانة. لا مو للزنزانة، يرجع إلى مكتب الوزير ويرد عليه يعني. هو طيب. العوف جاي من الوزير. نعم. كان وزير الداخلية في فترة التسعينات اسمه محمد بن خليفة. فهذا على أساس
إن الجواب ينتظره يعني من هنا. فيوم السبت رجع قالوا له. هو أبوي يكمل القصة، هي كنا سامعينها وكانوا في بعض الحضور موجودين يعني. يعني سمعوا هالقصة منا. فقال الوزير: ها نعم، وش قلت في العرض اللي أعطيناك إياه؟ فقال له: أي عارض؟ هو فهم وزير الداخلية هذا الشيء. وهذه القضية اللي أقول إن أبوي يتكلم عن الضرب اللي حصله. فيقول كان عنده هوز، الهوز اللي هو يسمونه بعراقيين الصوندة. أي نعم. إحنا نسميه الهوز. ظهر كلمة إنجليزية هذه. فقام طلع هوز من تحت المكتب ماله الوزير نفسه. يقول: أبوي ضربني على كتفي 5 ضربات. يقول ضربني من قلب يعني. كان كم عمر الوالد؟ هذيك الفترة يعني كان عمره كيف في 40 يعني. الأربعينات، بين 40 وال50 كان كذي. 45 3 يعني 95. في الأربعين أو بداية 50 يعني. نعم. يقول: فضربني 5 مرات. يقول: ضربني 5 ضربات. يقول: لكن من قلبي. يقول: يعني وصلت الضربة في العظم، يعني ألمتني جدا. طبعا الهوز يألم، في ألم. يقول: كان ضربه كله على الكتف الظهر، كتف الأيسر. فقال له كلمة، قال له: أنا ما بحكمك حكم كبير، أنا براعيك لك لأولادك، تصاحب عائلة كبيرة. تدرين إحنا بيتنا تقريبا عندنا 7 خوات و4 أولاد يعني. فكان أبوي أكثر واحد، أولا أكبر سن بين المعتقلين. ثانيا أكثر واحد عائلته ثقيلة. كان لو المعتقلين عنده ولدين، أبوي يعني عندنا مثل شعبي نقول عنده سفرة أولاد. ما شاء الله. فقال له: أنا ما بحكمك مراعاة إلك ولا أولاد. يقول: بحكمك حكم بسيط، لكن بخليك تلحس الأرض أنت وعيالك. عجيب. بتطلع من السجن ما بتحصل شغل، بتلحس الأرض أنت وعيالك. ففعلا عقب ما طلع أبوي من السجن عقب 3 سنوات طلع اكتشف إنه تم فصله من التدريس. حقوقه ما تم إعطاها إياه كاملة. نعم. أعطوه جزء من مبالغ اللي مو المبلغ اللي يستحقه يعني. نعم. القانون البحريني ما أخذ اللي يستحق. بقانون النظام البحريني هو يستحق كذا هالقد فترة. طلع أعطوه مبلغ بحيث أن هذا بعد لا تسأل عنه. كان أبوي حاول يطلع سجل تجاري، قام يفتر، يروح للسجل مو قادر يطلع باسمه. بعدين بغى يطلع باسم أمي ما قدر يعني. فبعدين في هناك عنده واحد من أصحابه في وزارة التجارة، فجاء له وجه له رسالة يعني. قال له: أبو حسين، يعني واحد من أصدقاء الوالد يعني، قال له: أبو حسين، ترى في أوامر من المخابرات إن ما نعطيك لا باسمك ولا باسم زوجك، فلا تتعب روحك يعني. أبو عمران يعني مع صعوبات الحياة والوالد يبي يعني مصدر عيش حتى يعيش. يعني الشيخ الجمري والشيخ عيسى قاسم يعني مهمين جدا. كان يعني الوزير متخوف من عندهم ويبي يقطع العلاقة بين والدك ومعاهم. زين، بذيك القعدة إيش قالوا له الشيخ الجمري، الشيخ عيسى قاسم؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي دار؟ يوم اللي أفرجوا عنه وجلس وياهم قصدي. نعم. نعم. أنا أتذكر كان الوالد قال لي إن الشيخ عيسى كان يقول يعني الأمر عندك يعني، في النهاية أنت اللي تقرر. يعني ما فرضوا رأيهم عليه. الشيخ عيسى ما فرض. الشيخ الجمري قال شنو يعني باللهجة، الشيخ لهجته عراقية. لهجته حلوة. شنو يعني بكيف؟ شنو يعني عوفنا؟ ما يصير. شنو يعني أبو حسين؟ شنو تعوفنا؟ فهو وجه كلام للشيخ عيسى وتنقض البيعة يعني. الشيخ عيسى قال هذا الأمر عندك أنت اللي تقرر وأنت الشيخ الجمري لا. الشيخ الجمري كان شوي يعني منصدم إن شنو أبو حسين يعني بصدق بتفكر إنك تكون ويانا وما تكون ويانا يعني. كانت يعني هاي اللمحة اللي صارت يعني. بس أبوي كان متخذ يعني، قال بس يعني أعتقد كان متخذ قراره. كان متخذ قرار يعني.
يعني الظاهر بس إن في حلوة كانت المشورة كانت حلوة يعني. طمن الشيخ قال أنا رايح يعني نشوف متى الملتقى بعد. بس أنا ما يعني الظاهر إنه يعني ما أبوي ما علق بهذا الشيء. بس يعني الظاهر من الكلام إنه كان واضح يعني من عقب ما راح لهم هناك اللي هو بالرد بهذه الصورة. الرجال إذا وعدوا صدقوا بعد. يعني هو كان يعني هو يوم كان يبغى يطلع يبغى ياخذ فرصة شوي يلتقي بالبيت ويلتقي بالمشايخ يعني تعرفين واحد في هذيك الفترة كانوا مجموعة كبيرة نعم. من كوادر التيار الديني معتقلين يعني. وكان يعني على عاتقهم مسؤولية. يمكن يعني أشياء واجد كان المفروض ينقلها يعني الخروج بأني بفكر وهذا يعني على قولتهم يوصل بعض المعلومات عن الأخوة عن هذا. ما أدري هو التقبهم ما التقبهم بس هو حصل فرصة على أساس إنه يطلع فهي أخذها يعني. بس يوم رجع خلف وياه يعني ما خلف ويا المشايخ ما خلف ويا المشايخ خلف ويا الشيوخ. مع الشيوخ مع الشيوخ. المشايخ لا ثبت وياهم الحمد لله. نعم. طيب نرجع، إيش سوى الوالد مع صعوبات الحياة ولقمة العيش؟ عرف الوالد إنه ما في مجال. من ضمن الأشخاص اللي ساعدوا يعني في شخصيات وقفت وياه وقالت لي يعني مثلا ناس أصحاب مؤسسة ناس أصحاب شركة الظاهر حتى على هالمستوى تدخل. يعني هو داوم في فترة في مؤسسة يعني حتى الظاهر بمنصب مدير يعني. بس ما طول ورد طلع ولا فترة يعني. الوالدة تقول الظاهر إن هذا الشخص تحرز من أن يشغل أبوكم ممكن حصل مضايقات أو شيء يعني. فأبوي سحب روحه بحيث أن هذاك لا يتضرر يعني. كأنه صار هذا الشيء أن أبوي ما تكلم فيه يعني ما شفنا له طلع يعني بصورة. كان أحد أخوالي عنده دكان دجاج في السوق المركزي. وهذيك الفترة دكاكين الدجاج كانت ملك مو بسجل. يعني أي واحد يسجل اسمه يصير مسجل باسمه في السوق المركزي ما يحتاج حتى إلى سجل يعني. فصار أشبه بالملك ماله. فهو باع على أبوي بس بقى الاسم باسم خالي. يعني دخل في التجارة. لا مو تجارة السوق يعني. لا احنا عندنا تجارة في البحرين واحد عنده مكتب عنده عمال نسميه هذا اللي كذي يسميه بياع. نعم. يعني قام أخذ دكان دجاج وقام يبيع بالدجاج. فكانت يعني من الصور المؤلمة لأن احنا كعائلة كان أبوي يطلع الصبح كانت معروفة صح؟ يرجع من المدرسة بالعطر وبالدشداشة من التدريس إلى السوق بعدين يجي لنا بحالة ريحة الدم وريحة الدجاج وريحة هذا. بس سبحان الله يعني أنا حتى أقول لأمي مرة أقول لها لو أنا في موقع أبوي ما أدخل كذي يعني مستحيل. أنا كنت مدرس وبعطري وبهيبتي وبكشختي أرجع بهالصورة وبعدين سكرتير هو أبدا ولا تغير عندي. كانت يعني روحيته قوية بدرجة مخيفة يعني ما يتأثر يعني يعني حتى أمي تقول أنا أبوي يتعبني من زوج. تقول أبوكم قوي عنده إرادة وكفاح. يعني يقول أبوكم من زوج قوته متعب. يقول أنا تعبت وياه يعني. يقول صعب إنه ينكسر مو بسهولة مع إنه كان يعني قليل المواجهة يعني كان طيب يعني. كان حتى في العلاقات الاجتماعية كان كلش ودود جدا يعني ومجامل في الحياة الاجتماعية لآخر درجة. تعرف اللي يجامل الحياة الاجتماعية ما عنده عداوات كثيرة يعني. صحيح نعم. هو كان عنده عداوات محبوب كان عند في الحي في المنطقة. تدرين إنه كان محبوب حتى من السجانين مالته. هذه الأشياء اللي يعني يعني تصورين في يوم وفاته سجان ويحبه يعني. تخيلي أنا في واحد اسمه يعقوب من منطقة البديع. هذا في الفاتحة ما تسلم عليه يقول أنا يعقوب كان أبوكم مسجون عندي. يقول ما تتصور يعني ما قدرت إلا أنا أجي أخلف عليكم. كان متأثر. من القصص اللي يوم أنا اعتقلت في سنة 2010 ويا الشيخ محمد حبيب المقداد دكتور عبد الجليل السنقيس هذه في 2010 اللي هي الخلية اللي تم بحسب تعبير النظام خلية وتم اعتقالهم. ما احنا نخطط لقلب نظام الحكم. هذه الفترة اللي أنا
تم اعتقالي فيها قبل الثورة. نعم. وبسبب الثورة تم الإفراج عنه. كنت معتقل وكنت في السجن، في السجن الفرادي. فدخل علي واحد قال هذا، لأن كانت أسامينا محطوطة على الزنازين كل واحد باسمه. يعني سجان؟ دخل سجان أحد السجانين فشاف حسين عمران، ففتح قال افتحوا الباب. ففتح الباب ودخل قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال ما تذكرني؟ قلت له لا والله ما أذكر. قال طالع وجهي زين، ما تذكر أيام الشيخ التسعينات عند بيت الشيخ عبد الأمير، عند بيت الجمري؟ قلت أنا بعد ما ذكرت، يعني للأمانة ما ذكرت. قلت إيه صحيح أنت كنت من المتواجدين هناك. فقام يتكلم أنت منه، يعني أبوك أنت الاسم يعني عرفه. فقال لي أنت أبوك عمران. قلت لي أنا أبوي أستاذ عمران. فهو استغربت قال الله يرحمه. قال تدري أنا جيت فاتحة أبوك. نفس الشخص اللي نفس الشخص هذا اللي كان في السجن. نعم. قال تدري، بس هذا كان من الجيل الأول. تعرفين من التسعينات إلى 2000 هذول المعذبين والسجانين تعبوا كبروا في السن، فخلوهم خلوهم حراس للسجن بس ما يحققون ما يعذبون ما هذا. فصاروا شلون صاروا يعني على قولتهم هادئين شوية. جابوا مجموعة جديدة بحيث إن على قولتهم تعرف الإنسان بطبيعته يضعف، يعني حتى قسوته تقل. صح. فجابوا مجموعة جديدة قاسية يقول لك هاي ما ينفعون، فخلوهم حراس يعني فقط. مسؤول احنا نسميه مسؤول شفت، اللي هو مسؤول نوبة يعني في السجن. نعم. فقعد وياه قاعد يسولف وياه، يعني قال لي أنا كذي وكنا في بيتكم. يعني تعرف احنا في انتفاضة التسعينات عقب ما بعدين طلع أبوي صارت انتفاضة التسعينات، الشيخ الجمري كان تحت حصار قريتنا يعني، وكانوا هذين دائما متواجدين عند البيت. يعني هذا يقول أنا صرت ويا أبوك في السجن الأولي ل3 سنين والسجن الثاني قبل 5 سنين. فهو يقول تدري إني أنا جيت فاتحة أبوك، يعني كان محبوب الوالد، صادق كاذب. بس هو قال لي أنا حضرت المأتم، حضرت لأبوك هناك. يقول جيت وقت الصباح يعني وخلفت عليكم، خلفت على أهلكم، ما تذكر أنك شفتني في الفاتحة؟ قلت له فهو قال كلمة، قال الله يرحم أبوك. يعني شنو كان يتذكر من عنده اللي قال كلمة، يقول يا ريت التقيت بأبوك في غير مكان السجن. يعني كان يتكلم حتى لا أكون أنا السجان. يعني ما أدري ليش قال هالكلمة هذه. يقول بس يا ريت أنا التقيت بأبوك في غير، بس قال كلمة يعني قال الله يرحمك يا أستاذ، الله يرحمك كان يسميه عمران ما يقول أستاذ عمران. قال الله يرحمك يا عمران، الناس تورث لأولادها أراضي فلوس، أنت ورثت لأولادك سجن. يعني أنت تنسجن ولدك ينسجن. احنا طبعا نعتذر من حضرتك يعني بهذه الحلقة لأنه أنت أجريت عمليتين للفقرات، فما تقدر يعني شوي تعبناك، راح نتعبك بعد أكثر. الله يعطيكم العافية من الجلسة في هذه الحلقة. حبيت يعني تكلمنا عن كان عنده أيضا غير النشاطات الثقافية والسياسية اللي في يوم وفاته صديقه أحمد منصور مرزوق، يعني بعيونه اللي تدمع، قال للوالد عن الوالد بأنه هو كان له أثر ودور مهم جدا كان بين أهله وأحبابه وأصدقائه، وترك يعني بصمة جميلة جدا. ومنهم لما أسس طبعا الصندوق الخيري. كلمنا عن الصندوق الخيري وشنو سوى الوالد. طبعا في قريتنا وقرية بني جمرة كان مشروع إلى صندوق خيري كان يدير الشيخ الجمري. يعني كان هو يعني مجموعة أو أشبه بالهيئة تستقبل الصدقات، تستقبل الإعانات، في إعانة المحتاجين في القرية. بعد ذلك اتطورت هذه، جت فترة جميع القرى في البحرين كانت تمشي في خط أنها تأسس صناديق خيرية. ومن ضمنها قرية بني جمرة كانت من القرى السباقة في إنشاء هذا الصندوق الخيري اللي يعتمد على أساس
اللي يعتمد على أساس استقبال معونات وحفظ فقراء القرية والمعتازين. في هذه الفترة كانت هناك مجموعة من اللي كانت ويا الشيخ الجمري موجودة. طيب. طبعا هذه الإعانات الظاهر أبوي ما كان مشترك ويا هذه المجموعة يعني، بس في التشكيل الإداري جت المجموعة اللي كانت ويا الشيخ، اللي كانت تحت إدارة الشيخ الجمري في إدارة الأموال وتوزيعها على الفقراء، أي. ويا المجموعة الثانية اللي هي بتندمج وياها بحيث أنها يصير كيان إلى الهيئة الجديدة المعروفة بصندوق بني جمرة الخيري. أبوي كان من الطرف الثاني اللي هي الحالة فكانت مجموعة عاملة ومجموعة إدارية بتندمج وياها. أبوي كان من المجموعة الإدارية اللي بتندمج وياها، وطبعا تم التأسيس وكان واستحصال ظهر التراخيص الرسمية أو شيء بحيث أن يكون هذا الهيئة الجديدة نعم إلى إدارة المساعدات، الاستحصال المساعدات وإدارتها إدارة يعني على الفقراء والمعوزين. ومن ضمنهم كان في الإدارة الأولى كان الوالد، وكان دخل في الهيئة الاجتماعية. وطبعا من يعني كثير أن الوالد كان بارز في هذه الفترة في الصندوق الخيري، كان بارز في فترة لأن دخل في مشروع إنشاء الزواج الجماعي. نعم. طبعا مبادرة كلش جميلة. الزواج الجماعي كان قبل لا ينشأ الصندوق، كانت في مجموعة في قرية بني جمرة هي اللي أسست بداية الزواج الجماعي. وكان أبوي وياهم يعني كان أبوي وياهم، بس ما كان كطرف رئيسي، كان كطرف مساعد يعني. ولكن فهذه سوت زواجين جماعيين. فيوم أبوي دخل في الصندوق بغى يأسس، فخلاه باسم الزواج الجماعي الثالث. يقول لي يعني الأخوة احنا صندوق خيري باسم بني جمرة، لا نبخس الأخوان، هم سووا باسم بني جمرة، فندمج الصندوق بهذا بحيث ان احنا بعد نكسبهم. نعم. ولا نصير على خلاف وياهم، يعني يكونوا منسجمين متحدين مع بعض في هذه القرية. بلي في هذا من ضمن. وهذا الزواج الجماعي أصلا كثير من الخلافات في القرية الموجودة، يعني من الأشياء المهمة اللي قام بها الوالد أن المختلفين كانوا من ضمن اللي يعملون مع بعض. يعني يمكن ناس عجبهم هذا الشيء، ناس ما عجبهم، بس هو يعني أبوي سعي بحيث أن هذين الجهات المختلفة أنها تمد إيدها في مشروع له. يعني تعرفين أنت التيارات الدينية الجماعات لها وجهات نظر، صحيح، بس في أشياء ما لها علاقة بهاي وجهات النظر، مثل الأعمال الخيرية. نعم. والأعمال الاجتماعية. صح. ومن ضمنها الزواج الجماعي. فكان الزواج الجماعي نقطة لجذب المختلفين. تعرفين مختلفين في وجهات النظر ما يجتمعون، فاجتمعوا في هذا الزواج الجماعي. فكان هذا السبب إلى تجمعهم يعني. نعم. وانطلق هذا المشروع إلى فترة معينة، ما أدري وصل إلى الزواج الجماعي العاشر، الثاني عشر، ما أذكر يعني للأمانة كم وصل. ولكن الخلاصة الانطلاقة يعني كانت انطلاقة ومبادرة كانت جميلة جدا، يعني فيها الأجر وفيها الثواب. الحمد لله رب العالمين. يعني الوالد بجهود الآخرين يعني بس كانت عادة في المشاريع تبرز وجوه بعض الشخصيات، ولكن ليست هي الوجوه الوحيدة. يعني طبعا كانت هناك على قولتهم من خلف الستار كثير من الجنود المجهولة التي تجهلهم أهل الأرض ويعرفهم أهل السماء. صحيح. طبعا احنا على قولتهم كانت من الوجوه البارزة في الزواج الجماعي، ولا كانت حتى على مستوى اللقاءات الصحفية اللي كانت مع الوالد يعني. فهو يعني تميز في الصندوق الخيري بهذا الشيء في اللجنة الاجتماعية، في هذا المشروع خيري بل. أبو عمران، تتذكر لما كنتوا تروحون للوالد زيارات، يعني هو كان معتقل في السجن، إيش تتذكرون لما كنتوا تقعدون معاه تتكلمونه؟ في يعني ذكريات خاصة، مواقف خاصة تتذكرها؟ يعني في إحدى الزيارات صارت عندنا مشكلة كبيرة. يعني شنو المشكلة؟ المشكلة إن إحنا رحنا للزيارة، قالوا لنا ترجع، فإحنا كنا ننتظر الزيارة لمدة شهرين.
يعني كل شهرين الظاهر. كنا نحمل أكل إلى مدة شهرين بحيث أن يأخذون ويودون إليهم في الزنزانة يحتفظون به لمدة شهر. فكنا ندور عن الأشياء المعلبة بدون معلبة في حديد أو معدن أو شيء أو قزاز، معلبات بلاستيك، كنا نفضيها ونجهزها بحيث احنا نودي له أكل لمدة شهرين يعني يستخدم هنا. وفي نفس الوقت نلتقي وياه، نقعد وياه لمدة ساعة. كل فترة وفترة كم مرة يسمحوا لكم زيارة؟ كل شهرين أو شهر ونص ما أذكر يعني فترة طويلة من كنا احنا بعدنا يعني في المدارس. رحنا اللي يقولون اليوم ماكو زيارة. وش حصل لكم يعني؟ وش هذا؟ أمي طبعا تعودت، صارت عندها يعني أغلب اللي موجودين هناك في مكاتب الداخلية ولا يسجلون الزيارة، لكن ناخذ موعد، وكنا أغلب الشخصيات اللي هناك موجودة كانت تعرفهم أمي يعني، نحن نروح نتردد وياها وهي تروح ويانا. بس كانت امرأة صبورة ترى. فكانت راحت قالت وين يعني ليش ماكو زيارة، ودوني داخل فكلمتها. كان واحد هذا عادل فليفل، هذا أشبه بالحاكم العسكري في البحرين يعني، مو مع أنه رتبته رائد يعني رائد في المخابرات. أبو عمران يعني شخصية مخيفة في البحرين يعني. ما أدري ليش، بس أنا كل ما يتكلمون عن أغلب الشخصيات البحرينيين اللي التقينا فيهم كلهم يعني قابلوا عادل فليفل. هذا عادل فليفل هو مهندس الشكل ماله يخوف. لا هو مهندس مرات أفكر عنه شمر الضبابي يعني، ما أدري ليش. هو مهندس هي الخلايا والأحكام اللي تجي والتهم والجماعات يخليها في خلية، يقول هاي خلية مالت حزب الله، هاي خلية مالت حزب دعوة، هذا خلية تنظيم هذا خلية. هذه الهندسة تلفيق التهم هو مصدق عند السلطة يعني. وأصلا بعدين وصل لمرحلة ابتزاز تجار يعني، تاجر يبغى يشوف عنده ملك، يشوف عنده شيء يعني أنك تدفع والله داخلك في قضية. وصار عنده ثراء فاحش جدا، صار مليونير، يملك بنايات، يملك عقارات، يملك شركات، عند تجارات بغير اسمه يملك، وكلها أخذها من خلال هذا المنصب يعني. وكان دائما يعني على قولتهم هو الوجه يعني، هو الوجه القبيح في النظام. كان الكل يخشى يعني، اللي يروح يقول فلان يعادل فليفل، كان الواحد اقرأ فاتحتك بعد ما تدري يعني هل هو يطلع ما يطلع يعني، غير أن متهم في دماء يعني، دماء سفكت وشهداء عندنا راحت على ايده بالتعذيب ايده يعني. فهو شخصية مخيفة جدا يعني. فاليوم صار هذا الشيء، قالت ابغى اقابل فليفل. هي امي تعرف كنيته ابو حسن يعني، قالت ابغى اقابل ابو حسن. قالوا منو ابو حسن؟ قال ابو حسن تعرفونه. هي ما قالت يعني فلان جابت اسمه حافي، تعرف بعد شلون تدخل يعني. قالت الحين اريد اقابله. فبعدين شوي اللي احنا كنا قاعدين وعمومي واحنا قلنا الحين وش بتسوي؟ ما هي وش وهي وقفت ما شاء الله ما شاء الله تقول لي اليوم يعني. فجت الى فجاه قابلها يعني، راحت الى يعني اخذت هالسياره، كنا احنا واقفين على بوابه وزاره الداخليه، اخذوها دخلوها داخل هناك. والله امراه كانه امراه ب100 رجل. اي والله امي كلش قويه يعني. اي فراحت وقابلت، قال وش عندك؟ قالت له يعني الحين احنا اليوم جايين زياره رجال ابو اولاد، هذا مو عنده واحد لو اثنين لو ثلاثه، تعال شوف اللي بيجون يقابلوا. كلنا نروح جميع، عمومي كلنا وبيتنا واخوتي واخواتي، فوق ويانا امي، ويانا جدتي، ويانا خالة ابوي، بعد نروح كلنا يعني في حدود تقريبا 25 إلى 30 نفر في هالحدود يعني كأنه حملة رايحين. كأن يعني موكب عزا داخلين يعني، مو نفر او نفرين او شخص او شخصين. فدخل قالت يعني، فقال لي تدرين، فهو قال لي هذا تدرين شو يسوي؟ يقول هذا كل مرة نصيد عنده. فهو كان الوالد شو يسوي؟ يألف قصائد للعزاء، فكان يهربها، كان هني هذه الدشداشة كان يبطل هذا ويخلي له أوراق هنا داخل، ما حد يلتفت لها. كان ممنوع
كان ممنوع حتى كتابة القصائد العزاء؟ لا، هو الرسائل مسموح بيها. إن في السجن كان إلى في الشهر يعطونه ورقة واحدة من وراء من الأمام والخلف يرسمونها لنا الظاهر بالبريد كانت تجينا. بس يقول لك أنت عندك رسائل. هو كان لا ياخذ أوراق بعد ويكتب فيها قصائد، وكنا نجيبها نوديها نعطيها بعض الناس. وكانوا رواديد، ها؟ رواديد يشيلون، يعني كانوا يردون فيها في العزاء. كان في عزاء قريتنا، أو كان فترة من فترة بعد ودينا كانت رداد لطمية ووديناها في عزاء الشهيد في المنامة وصلوا ماتم الشهيد. إيه، فيقول هو أولا يألف ويهر. يقول أول تهمة إني يألف، الشغلة الثانية يهربها، الشغلة الثالثة يشتمنا في هذه، يقول نقراها كلها شتايم بيد. عجيب. فيقول وش تريديني أسوي؟ ما نحن زين مو راضي يوقف. يقول إحنا زوجش نحترمه، بس هو مو بخلينا. قالت زين مو علشان هذا، عشان الأولاد، علشان العائلة اللي كلها احنا خالفنا القانون، سوينا لكم شيء، هربنا إليكم شيء. قال لا يعني يقول ما أدري. هو يقول ما أدري هربتوا ولا ما هربتوا بعد. قالت احنا ما خالفنا شيء، يعني ليش تحرمنا؟ احنا هو بتحرمه معه بس لا تحرمنا. فالمهم راح للوالد، قنعته؟ هو اقتنع. راح للوالد قال له بطلعك زيارة بس عشان زوجتك هذه، مو علشان. احنا الظاهر انتظرنا وجاء عقب فترة، او جينا يوم ثاني الظاهر يوم ثاني جين قالوا لي بس روحوا باكر جي لأن لازم يجيبونه من سجن جو الظاهر. إيه، فقال لنا بس علشان يعني هو أبوي شلون عرفنا؟ لأن جاء يوم ثاني اللي يقول ها إيه؟ يقول جاي لي فليفل يقول لي على حساب أم حسين. والله أنت ما تستاهل. هاي من الأشياء اللي يعني المواقف اللي صارتنا. تعرفين احنا بقينا في مدة هناك يعني أتذكر حتى في حالة الاعتقال يوم يعتقلون فترة التسعينات، يعني كانوا دخلوا عندنا في البيت في واحد اسمه، يعني أغلب المعتقلين ذاك اللي يدخلون كلهم يعرفون أبوي، يعني كل يقولون أبو حسين دا تريدنا يعني جهزوا روحكم جهزوا كذي يتعاملون. يعني كانوا لأنه صار بينه وبينهم يعني علاقة، قعد وياهم عيش ملح مثل ما يقولون. يعني قعد وياهم فترة، يعني فترة مي بسيطة، يعني فترة مي بسيطة. فهذه كانت سجن يعني انفرادي أيضا ولا لا؟ يعني هو بداية السجون كانت هي سجون انفرادية. إيه. والسجون في هذيك الفترة، يعني هذيك الفترة كانت جدا صعبة، يعني كانوا دا يتكلمون عنها. تطلع احنا السجون في الفترة يعني فرق شاسع، يعني عندكم خضرة القرع، يمكن تعرفونها القرع. نعم. احنا نسميها بوبر، وباللغة الفصيحة اليقطين. نعم. تتخيلي ماي وهذه خضرة اليقطين تطبخ ويعطونك خبز وياه فقط. هذه يعني يعني يمكن انت هذه خضرة اليقطين تستخدمها وياها مثلا شغلات معينة يلا تقدر تاكل هم فقط هذه، ويعطونك اياها لمدة طول فترة سجنك. يعني فتشوفين الشخص لين يطلع من هذا السجن نحيل أصفر، شعر شكل شاحب، يعني ما في أسنان ما يعني يطلع بهيئة مزرية. يعني الحين ما شاء الله يعني احنا يوم نطلع من السجن يعني محتفظين بهيئتنا يعني. نعم. بس ديك الفترة كان اللي يطلع من السجن مع الأسف مع الأسف يعني تكون دولة إسلامية وكذي، يعني شكون المعاملة مع السجناء بهذا يعني هم ألم وهم يعني محرومين من الأكل ووايد أشياء. أبو عمران الأستاذ المرحوم عمران حسين عمران هو يعني مدرس ومثقف، يعني مأنتك، يعني ما شاء الله كشخة وكذي يعني ومعطر. شلون راح اشتغل في سوق الدجاج؟ شلون يعني؟ طبعا هذا لليوم أنا تسأل نفسك؟ ما أنا متخيل، يعني أنا حتى أقيس على نفسي أقول يعني مستحيل يعني في أعيش بهالصورة ورد أعيش بهالصورة هذه. بس أذكر موقف صادنا في سوق، كنت ويا الوالد، أنا دائما أروح ويا سوق هناك أساعده. في واحد جمر إلى كان لابس ثوب وعقال وغترة، وكان طويل ومنكبين أعراض، وكان جسمه مصطلب يعني ما شاء الله، يعني طول في
يعني متناسق جسمه، كان يعني جسمه رياضي، فكان ملفت، يعني إذا يمشي في السوق يلفت النظر، يعني إذا يمشي في الشارع خصوصا بطول، كان لابس الغترة والعقال وعليه نظارة، وكان حليق الشارب واللحية، كان يبين فيه كبر السن يعني. كان وقف وأبوي وقف إلى، كان أبوي نوع اللي يتعامل وياه يعني يبين إن أبوي قاعد على قولتهم مستصغر نفسه أمامه. أي استغربت يعني أبوي دائما يعني سلام دائما واقف، بس شفت يعني أشبه بالشخص الأقل أمام الشخص كان يتكلم وياه، فتكلم وياه، هذا كان يتكلم بشوية بحدة، شدة وحدة. أبوي يقول له إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فسألته قلت له هذا من هو؟ قال هذا الأستاذ اللي كان، هذا أستاذي في المدرسة الثانوية، وكان هذا هو اللي يخرجنا مظاهرات ضد الإنجليز وأيام العدوان على مصر، وهذا وأيام الحروب العربية الصهيونية، وكنا نطلع هذا الأستاذ هو اللي يحشد ويستنهض هممنا، وكنت أنا وياه كنت أشبه بإيد اليمين، لذلك اعتقلوني. يقولوا هذا اللي يدري أني أنا أستاذ في المدرسة، فشافني الحين هني استنكر، ويش جابك هني؟ فقال لا أنا انسجنت وعلمهم، قال بعدين فصلوني. نعم. ومنعوا عني حتى استخراج سجل تجاري، بحيث أني أعمل محل أسوي لي تجارة خاصة، بحيث أني أعيش نفسي، حتى باسم زوجتي منعوني أني أطلع. يقول فحصلت هذا الدكان باسم أخو زوجتي. نعم. وأخذت معه، بس للحين باسمه، بحيث أني بعد لا يعني أواصل يعني طلب الرزق يعني لأولادي ولا هذا، بحيث أنهم ما يصيرون في حالة حرج يعني، ولا أمد إيدي. فهو يعني قال لأبوي وشلونها نفسيتك؟ قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ما هو متغير علي شيء، اللهم الا قبل كنت اطلع بعقال وغتره وعطر احس بهالثياب. فقال كلمه، هو كان تشوفي يأشر على انفه، يعني قلت له ويش يقول؟ فيقول لي هذا خشمك لا يكسرونه. باعتدياج باعتسامج. الأستاذ يقول للوالد، للوالد يقول خشمك لا ينكسر، خلي فوق خشمك، لو وين تصير خل خشمك فوق مرتفع. إذا تواضع، لأنه كان أستاذه وكان بهالطريقة يتكلم باحترام. نفس الدور السابق، نفس الدور السابق، مع أن هذا الأستاذ يعني اعترفين أبوي ميول إسلامية، وهذا الأستاذ ميول يسارية، لكن يعني تجمعهم، لكن تجمعهم قضية معينة مخلي أبوي يعني صاحب التيار الإسلامي يتواضع أمامه، مخلي هذاك للحين ينظر إلى كطالب، مع أنه كان أبوي الشيب بلحيته يعني، وإحنا هو كبير في السن، لكن كان يتعامل وياه كتلميذ. كان يقول كلمة، يقول إياني، كلمة بحرينية، إياني وياك، إياني وياك يعني احذر. هذا تنبيه يعني. إياني وياك ينزلون خشمك دائما خله مرفوع. وكان بين فترة وفترة يمر على الوالد، سبحان الله، من درى عن أبوي كان كل أسبوع يمر عليه ويسلم عليه. كم فترة زمنية يعني تداول مزاولة هذا العمل يعني؟ هذا أبوي بقى يعني من طلع من السجن من 92 أو 91 إلى 95، بعدين ردوا واعتقلوه، بعدين أفرجوا عنه عام 99 أو عام 2000، وتم يستمر إلى وقت ما صار العفو العام في الميثاق الوطني. وبعدين في الميثاق من ضمن الأشياء في الميثاق أنه إرجاع المفصولين على وظائفهم، فرجع بعدين المدرسة، وبعد المدرسة دخل في المجلس البلدي، وبعدين طلع من المجلس البلدي وصار على التقاعد فترة بسيطة وانتقل إلى رحمة الله. في كلام يعني قال أحد، بس أقول الكلام اللي قاله رئيس مجلس البلدي السابق مجيد السيد علي، اللي حضر في تشييع الوالد، قال إن الفقيد عمران حسين يعد أحد الرموز البارزة في المنطقة، وخصوصا في العمل الأهلي،
فهو كان مشاركا فيه منذ طلائعه، لافتا أن الفقيد كانت له وقفات مشرفة. إبان يعني الانتفاضة في البحرين سواء في فترة الثمانينات والتسعينات، وكان ملازم للشيخ الجمري في جميع تحركاته وجاره أيضا. يعني أضاف أن الفقيد نال ثقة الناس وانتخبوه ليمثلهم في التجربة البلدية الأولى، معتبرا وفاته خسارة للعمل البلدي. يعني هو كان يعني ركز حياته في خدمة الناس، هذا أول شيء. وكان يعني دائما يعني ملازم للشيخ الجمري، حتى يقولون لما يعني اعتقلوا الشيخ الجمري راح للمسجد وأخذ مكبر الصوت وصاح الناس، يعني طلعت. نعم، هذا يوم السبت الأسود. اي نعم، يا ريت تخبرنا عن هالموضوع. هو هذه السبت الأسود، طبعا أنا ما عشتها، كنت أحداثها، ما كنت حاضر أحداثها يعني، لأني كنت في المعتقل. بس بعدين عقب ما طلعت من السجن كانوا يخبرونا، نعم، يقولون بأن في شهر أبريل، ظهر 7 أبريل أو 1 أبريل ما أذكر، يعني السبت الأسود. وفي يوم السبت إيش حصل في يوم من السبت؟ شهر أبريل قرر النظام اعتقال الشيخ الجمري. أي. فأول شغلة سووها أنهم تم طرد جميع جيران الشيخ المحيطين به، ومن ضمنهم عائلتنا يعني في البيت. جو ليهم قالوا لهم تطلعون، قالوا بناخذ أغراضنا، قالوا ما تاخذون أي شيء، فقط تطلعون، يعني فقط يعني احنا الوالد وياه أمي وياهم خواتي كانوا يلبسون العبي ويطلعون، حتى ما لبسوا لا أحذية ولا نعل، عزكم الله. يعني لهالدرجة كانت الصورة، يعني بهالصورة كانوا إخراجهم طرد كان. يعني بيت الشيخ الجمري دخلوا إليهم وأفرغوا البيت كله من العائلة، بيتهم ظهر في حدود 3 طابق، يعني لأن الشيخ ساكن مع أولاده. كل هالطوابق فرغوها وجمعوهم كلهم في غرفة واحدة، نساء ورجال، وأقفلوا عليهم الباب. هذا بعدين يعني عرفنا هالأشياء. والجيران كلها تم طردها، ومن ضمنهم الوالد يعني ويا عائلتنا تم طردنا. وكانت كانت هذه العملية فجرا يعني. وكانت من ضمنهم كانت أختي توها واضعة، يعني كانت توها واضعة، تعرفين البنت إذا توضع تروح في بيت أبوها تقعد فترة يعني. كانت توها واضعة، صار لها 4 أيام أو 5 أيام يعني. قالوا عندنا بنت واضعة ما تقدر تتحرك في النفاس بعد هي، وهذا ما همهم أي شيء، اخرجوا. والله يعني كانت الأسلحة موجهة، يعني تخرجون أو يتم إطلاق النار عليكم. فتم إخراجهم بالقوة. طبعا الوالد وصل داخل، مثل ما قلت، قريتنا احنا في منطقة اسمها الديرة اللي هي المنطقة الأصلية مالت قرية بني جمرة. احنا تقريبا هي تابعة لبني جمرة، ولكن تم استحداثها يعني في فترة يعني السبعينات بداية الثمانينات تم استحداث هذه المنطقة اللي هي متصلة بقرية بني جمرة، بس المنطقة الأصلية نسميها الديرة. فوصل أبوي إلى الديرة هناك داخل، وتم المنادات يعني مع بعض الأخوة، تم تجمع أهل القرية، وتم المنادات من خلال الميكروفون بأن الشيخ الجمري تم محاصرته ومحاولة اعتقاله. فتجمعت القرية يعني قبل أذان الفجر، بعد أذان الفجر، وطلعوا مظاهرات ومحاولة اقتحام هذاك المكان اللي كان يعني احتفلوا فيه. احنا نسميه الفريق، يعني نسميه الفريق اللي هو الحي اللي يقطن بالشيخ الجمري، اللي هم بينطلقوا من داخل الديرة اللي هو مركز القرية القديم إلى الحي الجديد اللي ساكن فيه الشيخ الجمري، بحيث انهم يفكون أسرى أو يفكون أو يخلصون من عملية الاعتقال. وهني تمت المواجهة، وصار السبت الأسود في حدود يعني انجلى هذا اليوم بارتقاء شهداء 2 من ضمنهم الشهيد محمد جعفر والشهيد محمد علي. الشهيد محمد جعفر كان عاقد على أختي فترة الخطوبة. نعم. أختي الحين تزوجت الحمد لله من أبناء رسول الله،
جابت 2 يعني، بس كانت معقود عليه، كانت فترة الخطوبة على هذا الشهيد. مثوى الجنة. إيه، الشهيد محمد جعفر والشهيد محمد علي. وفي واحد أحد الأشخاص الموجودين تم قطع رجله، بتر رجله. والجرحى هناك تقريبا اللي جرحوا في هذاك اليوم في حدود 40 شخص اللي تم إصابتهم من خلال الرصاص الحي. 40 شخص، بعضهم كانت عندهم إعاقة وبعض ما زالت إعاقتهم للحين موجودة، وبعضهم تم التشافي منها. وكلهم شالوهم في شاحنة، هاي اللي احنا نسميها البيك اب. نعم. شالوهم وودوهم إلى المستشفى لمعالجتهم يعني. وهناك تم يعني دارت أختي بالقضية وراحت هناك للمستشفى، وكانت تبحث عن زوجها يعني، وما شافته يعني، كأنها شافته أو ما شافته يعني. وصارت هذه الحادثة يعني مع هذه الانتفاضة ومع هالتظاهرة يعني إيه بعد هذا الشيء، عقب ما قمعوا هذه الانتفاضة اللي صارت يوم السبت، تم محاصرة القرية من جميع الجهات، وتم محاصرة الحي اللي يقطن فيه الشيخ الجمري. في شغلة صارت إن إحنا طلعنا بدون ما ناخذ أي شيء من مستلزمات البيت. فبعدين إحنا ويا أحد أعمامي يعرف بعض الشخصيات اللي لها ارتباط بالنظام، فقام حاول يتواصل، قال على الأقل لو تخلون زوجة أخوي تروح تاخذ ملابس، تروح تاخذ هذا، تروح تاخذ أغراض، هي وقاعدين بدون شيء الحين. فمن واحد لواحد صار في مجال إن في سماح للوالدة، وقالوا تاخذ وياها فقط شخص واحد، امرأة بعد، امرأة وتحمل وياها امرأة، وإحنا اللي نوصلها نوديها، ما يدخل وياها أي رجل. فأخذت وياها واحدة عاملة من الجنسية الآسيوية كانت تعمل هناك ويانا، فقامت أخذتها وياها وراحت. فراحت، تعرفين البيت الشيخ لصيق ببيتنا، فالوالدة راحت عند الجدار هناك، كانت تتكلم معاهم، تمثل انها قاعدة تتكلم ويا الشغالة، بس هي تريد توصل رسالة، تقول هجموا على القرية. ما كانوا بيت الشيخ يدرون بأي شيء. يسمعون أصوات ويسمعون طقس، بس ما يدرون ايش صاير. فقالت عندنا 40 جريح. واحد من أبناء بيت العرب، كان اسمه محمد صادق العرب إذا ما خاب ظني، أو علي صادق العرب، ما أدري، من بيت العرب تم قطع رجله لأنه صار الضرب بالرصاص ورجله، وانفتح الفخذ ماله، تم قطع رجله للحفاظ على حياته. قالت فلان قطعت رجله، وفلان استشهد، وزوج بنتي استشهد، زوج بنتي محمد استشهد. في هذيك الفترة أم جميلة والأبناء اللي هناك قالوا للشيخ، قالوا زوج بنتها محمد استشهد. أنا زوج أختي الكبير اسمه محمد، نعم، وزوج أختي الثاني بعد اسمه محمد. أي. قالوا أي محمد تعني؟ فالشيخ الجمري يقول الشيخ الجمري قطعا في واحد من البلاد وواحد من قرية بني جمرة، إلا من البلاد اسمه محمد السباع، ولا من بني جمرة اسمه محمد جعفر. فيقول أي ولا استشهد؟ محمد السباع من قرية البلاد، ومحمد جعفر إلا من قرية بني جمرة. فقال الشيخ الجمري قطعا هذا الثاني هو اللي استشهد. قالوا وش دراك؟ هو قبل السبت، كان يوم الجمعة، قبل يوم السبت بيوم واحد أبوي مسوي ضيفة، نعم، عزومة إلى الشيخ الجمري، وكانوا أزواج أختي موجودين، محمد ومحمد معزومين عندكم. فيقول أنا أمس في العزيمة كنت وقبلتهم اثنينهم، هذا محمد جعفر شميت في رقبته رائحة عطر غريبة أول مرة أشتمها. هذا يعني عطر الشهادة هذا. فهي كأنه هذه الشيخ الجمري عرف الشهيد، يقول قطعا هذا، وبعدين فعلا طلع هو، يعني الشيخ عرفه من رائحة، يقول في رائحة غريبة في رقبته، يعني عطر غريب يعني كان في رقبة، شميت عطر غريب من رقبة محمد جعفر. فقطعا هو اللي مستشهد، مو الأكبر. نعم، محمد السباع. طبعا محمد السباع الحين هو كان في السجن، ومفرج عنه قبل 1 سنة.
كان محكوم عليه 15 وقضى من ظهر 10 سنوات أو 12 سنة، وباقي السنين طلع في هالمرة في الإفراجات هذه. أستاذ حسين، يعني تكلمنا عن الوالد، كان يعني في عنده الطيبة وفي عنده الحنية وفي عنده يعني وقفات مشرفة وإلى آخره، يعني شخصية مميزة وحقيقة يعني لازم نكتب عنها في تاريخ البحرين. حتى يقولون يعني كان يعني يحترم الصغير والكبير، وين وصل حتى يقولون إنه كان حتى الأشخاص المعادين من يكونوا سجانين أو جلادين كان عندهم في عزاء أو شيء يشارك. يا ريت يعني تنقلنا في الأحداث اللي كان يروح لهم يعزيهم. هذا في أحد أشخاص من منطقة البديع، ضابط هو اسمه مسؤول في مركز الرفاع، اسمه عبد الرحمن السنان. هذا أبوي كان أستاذ في مدرسة البديع، أبوي كان فترة يدرس مدرسة البديع، هذا كان أحد طلابه. طبعا تتطور السنين وتمر الأيام والأعوام، أبوي يعتقلونه في التسعينات، السجنة اللي صار فيها 5 سنوات. زين. يعتقلونه في لجنة اسمها لجنة التحقيق، احنا نسميها لجنة التعذيب، يعني شعبيا نسميها لجنة التعذيب، رسميا تسمى لجنة التحقيق. لجنة التحقيق، ولكن هي لجنة التعذيب. فدخل هناك، هذا أبوي يروي هالقصة، فدخل فكانوا هناك موجودين مجموعة من الضباط يعني، ومن ضمنهم كان هذا عبد الرحمن السنان. فكلهم نادوه، فقال ها، فهذا عبد الرحمن السنان قال له ها عمران. قال له أنا عمران؟ الكل خلي اللي هني في الغرفة يسميني عمران، أنت أنا أستاذك، سمني أستاذ. قال أنت ما خليت فيها مجال، والدم بيننا وبينكم للركب، وصيح وطلع من الغرفة التعذيب اللي هي غرفة لجنة التعذيب. نعم. اللي يسمونها لجنة التحقيق. عكس الواقع. بقت هذه الشغلة إلين يوم اللي أفرجوا عن أبوي أفرجوا عنه قبل العفو العام اللي أصدر. الملكي ما كان ملكي، بعد ما صار ملك كان أمير، أصدر عفو عام. أبوي قبل إصدار هذا العفو 8 أشهر تم الإفراج عنه، فتم تحويله إلى مركز البديع، وهو من منطقة البديع، فهو راح يستقبل أبوي، هو هذا عبد الرحمن الضابط يعني. فأبوي يعني كان يسوي إجراءات إخلاء السبيل يعني والإفراج. فسبحان الله دخل في الغرفة اللي هو داخل، مسلم عليه ومعانقنا، هو علمنا نقول جو علقنا. قال شلونك أستاذ؟ فقال له ما قلت لي أستاذ هناك. قال انسى بعد يا أستاذ، انسى لا صار إن شاء الله صفحة جديدة، صفحات من الماضي كانت. ما أدري شو. المهم قام يتكلم، قال إن شاء الله حصل خير. قام بعد يتكلم، قال يلا التفت عائلتك وما أدري شنو، هذا الكلام اللي أي واحد يفرجون عنه يقولون له هالكلام، هذه عائلتك ودير بالك على روحك، وهذه وانت اللي عليك سويته، بعد لما انت أديت واجب خلاص، بعد لما تتم في السجن، بعد لما تتم في الأحوال. المهم سلموا وتيسروا يعني. بعد فترة هذا الشخص صادت حادثة يعني كتبت عنها جميع الصحف في البحرين، كل البحرين يعني تأثرت. يعني شنو هذه الحادثة؟ راحوا من عائلته 5 أشخاص، ظاهر زوجة ولد حادث يعني، وزوجة ولد أحفاد، ما ظهر 5 أو 4 أو 6. فصارت يعني تعرف احنا بيننا وبين قرية البديع بيننا وبينهم شارع يعني، قريبين عليكم. أهالي قريتنا وأغلب ديلين يعني تقريبا دارسين ويا بعض يعني، نعم. صايرين زملاء دراسة يعني. فقالوا يعني أغلب قريتنا كانت راحة تتعزي، من ضمن اللي راحوا أبوي يعني كان راح يعزي. فهو في التعزية شافه هذا، فكان هذا الضابط عبد الرحمن السنان كان في حالة انهيار يعني. فشاف أبوي قال جاي تشمت، قال الموت ما بي شماتة، جاي أعزيك مهما يكون أنت يعني كنت في يوم من الأيام طالب
عندي وأنا كنت أستاذك، يعني عز علي إني تصير في هالحالة يعني. فهو احتضن أبوي وقام يبكي على كتفه. عجيب. الضابط سبحان الله. اللي ساجن يعني كان حتى يعني كانوا هناك أهل البداية يقولون ما بكى إلا يوم جاء أستاذ عمران، الأستاذ بكى عمران. على نعم. كتفه يعني. نعم. فاحتضنه وبكى على كتفه يعني. يعني الأشياء المكتوبة لما كنت أتصفح وأقرأ عن الأستاذ عمران حسين عمران، اللي يقول اللي عادي هو يبدي في التحية والسلام والبسمة والابتسامة معه، من هذه الصفات والمميزات لشخصيته. كانت هو عنده طريقة يعني معينة، يعني عنده هذه الطريقة يمكن يعني أنا حتى يوم دخلت السجن ما كنت أقدر أمارسها يعني هذه الطريقة وهذه المعاملة بحيث أني أخلي هذا الشخصية القاسية المجرمة طاغية أكسرها. نعم. بأخلاقي وبطيبتي كنت أنا أستخسر أني أمارس هذا الشيء ويا هذا الشخص، أعطيه من طيبتي، أعطيه من أخلاقي، أعطيه من احترام. ما كنت أقدر يعني. صحيح. يعني أنا أروي القصة ما توي بس قاطعا ما أقدر أمارس هذا الدور اللي كان يمارس. نعم. يعني شغلة، بس هو كان يعني في هذيك الفترة يعني أنا أتذكر في التسعينات يوم يجودوني كان عمري 19 سنة. كان أبوي برس، يعني أبوي أفرجوا عنه من السجن وأنا انسجنت، هو كان أبوي موجود. كم مرة انسجنت؟ أنا انسجنت في 95 وانسجنت يعني 95 بعدين انسجنت في سنة 98. شنو السبب تم اعتقالك والسجن؟ اعتقالني كنت بروح أشيع أحد الشهداء وتم إلقاء القبض علينا قبل. ولفقوا لك تهمة؟ لا هو هذا اللي يروح، هي تهمة تروح تشيع. هي يعني تهمة تشارك في عزاء أو تشييع شهيد. إيه كانت تهمة، لأن كان المنطقة محاصرة، كنا ندور مكان ننفذ إليه. كان في شهيد من الدراز الشهيد عبد القادر الدرازي، كنا نريد ننفذ إلى قرية الدراز وما استطعنا لما تم القبض. كنا نشوف المنافذ كلها مسكرة، يعني المفروض العاقل يفهم ويرجع إلى ما صدم. ما ارتحت اللي صادوكم. إيه. وبعدين مرة كان الشرطة اللي كانت محاصرة الحي مالنا اتهموا، يقولون في بنات 2 اتهموا خواتي بأنهم حذفينهم بطابوق وما شفت، تم اعتقالنا. يريدون نعترف منه إلا من خواتنا اللي جو حذفوا بالطابوق. والمرة الثالثة اللي هي في قبل ثورة 2011 تم اعتقالك. هي الثالثة. والرابعة بعد الهجوم على الدوار دخول درع الجزيرة حالة السلامة الوطنية تم اعتقالي. حتى خواتك اعتقد اعتقلوهن؟ ايه عندي عندي 3 خوات تم اعتقالهم، وواحدة منهم يعني افرجوا عن 2 وابقوا واحدة لمدة معينة لما حكمت. وشنو التهمة كانت؟ التهمة هي كانت طالعين في تظاهرة وتم اعتقالهم مع مجموعة كبيرة من النساء. سموها قضية السيتي لأنها في مجمع اسمه مجمع السيتي سنتر. نعم. وهناك اللي اعتقلوهم أغلبهم حريم كانوا؟ كلهم حريم، أغلبهم حريم. فتم الإفراج عن 2 من خواتك وبقت واحدة إلى المحكمة بعدين أفرجت عنه وبقت في السجن لهذيك الفترة. حاب تذكر شيء عن اعتقالك، عن تعذيبك؟ يعني في النهاية يعني حتى لو تعذبنا يعني أتكلم عن التعذيب، يعني احنا بصحة الحمد لله، بصحة جيدة. يعني في ناس اليوم ما تقدر يعني في ناس عندنا طلعت من حالة التعذيب مرض السرطان. صح. تم استشهاده. ناس في حالات التعذيب تم استشهاده في حالات التعذيب. ناس فقدت أعضائها من حالات التعذيب. ناس فقدت إدراكها حالات التعذيب. يعني الواحد يخجل إنه يتكلم عن التعذيب في وجود هاي الحالات الصعبة. نعتبر لا شيء إحنا، بدل ما إحنا نتكلم ونسولف الحمد لله عقلنا حاضر. يعني بعض الأشخاص يعني في عندك كلمة؟ لا بس زين. وصلنا إلى نهاية برنامجنا أستاذ حسين، إذا عندك كلمة أخيرة توجهها أو يعني برأيك ممكن إنه آخر ختم للوالد اللي يبقى طبعا في تاريخ حياته، شنو
برأيك يعني نختم الحلقة مع ختم آخر من الأستاذ عمران حسين عمران؟ يعني أتمنى أن يعني شنو تتمنى؟ يعني أتمنى أني يعني الطريق اللي مشى فيه، يعني الواحد يمشي في من عمر 20 سنة إلى عمر 60 سنة يكون في طريق إنه ما يكون مهادن إلى هذا الظالم، يعني يتم في خصام وياه، أو حتى إذا كان في حالة عدم الخصام يكون في حالة هدنة وياه. أما ظالم يكون على وئام وياه، هذه يعني أتمنى أن هذا أعتقد أن أبوي ما كان على وئام وياه، ممكن كان على خصام وكان على هدنة، يمكن حتى الأمور اللي مارسها يمكن في فترة المجلس البلدي أو شيء، أو يمكن في بعض عقب ما صار مجلس البلدي صارت له زيارات، ممكن كان يعتبرها في مرحلة الهدنة، لأن ما يوم شعرت بأن ارتاح أو اطمئن إلى حالة الظلم اللي موجودة والرموز اللي تدير هذا الظلم في هذا البلاد. نتمنى احنا يعني ان احنا ما نخدع. يمكن اليوم انا اتكلم باكر اخدع، باكر ازين لي شيء، اتعب. اتمنى مثل ما ابي في النهاية هو راح بامانة وفي بقى التاريخ ماله، يعني احنا ما نريد يعني تاريخ، بس نريد العاقبة تكون عاقبة حسنة، عاقبة خير طبعا، يعني عقب هالسجن في الهجرة أتمنى تكون عاقبتنا عاقبة خير إن شاء الله، عاقبة مشرفة، على الأقل إذا مو إلينا إلى أولادنا. يعني أنا يمكن الوالد رحمة الله عليه ما يعني مثل ما قال هذاك الناس تورث عقارات وأموال، أبوك ورثكم السجن. بس للأمانة أبوي أعطانا أغلى شيء هو اسمه، يعني أنا أول ما جيت قمة هني، يعني مجرد أقول أنا ابن فلان، الناس يعني أشوف العناية كرامة للوالد. نعم. فهو الاسم، يعني إذا كان اسم مشرف هذه أكبر النعم، أكيد، إن يكون عندك أب يشرف اسمك يعني ويشرف شخصيتك، أكيد، هذه من أكبر النعم. أتمنى أن هذا الاسم إني أنا ما ألوثه إن شاء الله أو تعالى، إني أقوم بشيء يقولون لو أستاذ عمران عايش إن كان نزل رأسه. أتمنى بس رب العالمين يأخذ أمانته وأنا ما لوثت هذا الاسم بأي صورة من الصور. نعم. الشكر الجزيل لك أستاذ حسين على وجودك في برنامج بودكاست أختام. حقيقة يعني كانت الحلقة مميزة ومشرفة، تعرفنا على سيرة الوالد المرحوم أستاذ عمران حسين عمران، ونتمنى لك الصحة والسلامة إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم، مشكورين، وأنا سعيد جدا باللقاء معكم. الله يحفظك، وأتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح في هذه البرامج، وإن شاء الله إذا كانت في فرص قادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله لكم الموفقية وللعاملين، يعني إحنا قاعدين هنا بس الكواليس فيها أكثر من شخص. الله يعزك. أشكرهم على صبرهم وعلى مجهودهم، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله الحمد تعالى. لله رب العالمين. الشكر الجزيل لك، وطبعا نشكركم أعزائنا متابعينا على متابعتكم ومشاهدة هذه الحلقة اللي قدمناها لكم. إن شاء الله نالت على رضاكم وإعجابكم، وحتى حلقة أخرى وشخصية بحرينية أخرى. خلوكم مع زينب المتروك، في أمان الله.